السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في قناة أسماء إيديت. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله ونزولا عند طلبات العديد من الأخوات اللي بغاو نحضر معاهم شوربة الخضر بطريقتي اللي طبعا سهلة وصحية. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ولهاد الوصفة غادي نحتاجو المقادير التالية كيف كتشوفوا معايا. هنا عندنا الجزر من بعد ما غسلته ونقيته وقطعته على هاد الشكل، والبطاطا اللي حتى هي غسلتها ونقيتها وقطعتها على هاد الشكل، وزيت المائدة قيمة كأس د العنبة ما عامرش، وجوج بصلات كبار مقردين على هاد الشكل. بالنسبة للعطرية غادي نحتاجو الملحة، الابزار والخرقوم. وهنايا سبق ليا القزبور والمعدنوس طحنتهم بشوية ديال الماء. وغادي نحتاج كذلك الطماطم المركزة ومطيشة اللي كتشوفوا انا هنايا قطعتها قطع صغيره، وغادي نحطها في الطاوه وندير ليها شويه ديال الملحه ونردها فوق البوطه حتى طيب لينا مزيان، وديك الساعات غادي نطحنها باش نستعملها في الشوربه ديالنا. دابا هنايا غادي نكحز الخضره ديالي على جنب، ما غاديش نستعملها دابا. اللي غادي نستعمل هو كأس الزيت المائده، غادي نضيفو على القزبور والمعدنوس، وغادي نضيف جوج حبات بصل كبار، وغادي نضيف العطريه اللي هي الملحه والابزار والخرقوم، وغادي نضيف الكميه اللازمه ديال الماء اللي غادي تشوفوا معايا، وغادي ندير كل شيء فوق البوطه حتى يغلي الكل مزيان مده نصف ساعه، ومن بعد غادي نرجع معاكم. من بعد ما غلات لينا العطريه مزيان مع القزبور والمعدنوس كيف كتشوفوا، دابا غادي نضيف الجزر هي الاولى حيت هي كتحمل الطياب، نخليوها حتى تغلي مزيان وعاد غادي نرجع معاكم باش نضيف البطاطا. كيف كتشوفوا من بعد ما غلات لينا الجزر مزيان حيت هي كتحمل الطياب، ضروري نرميوها هي الاولى. ودابا غادي نضيف البطاطا كيف كتشوفوا من بعد ما رميت البطاطا وزدتها على الجزر. دابا غادي نقفل عليهم ونردها طيب مده ساعه الا ربع، ومن بعد غادي نرجع معاكم. من بعد ما طابت لينا مطيشه كيف كتشوفوا معايا وطحنتها، دابا غادي نضيف ليها حك الطماطم المركزه تقريبا نصف حك صغير، وغادي نحركهم مع بعضياتهم حتى مطيشه الحك تطلق ليا ويندمجوا مع بعضهم، ومن بعد غادي نرجع معاكم ملي طيب لاصوب ديالي باش نرمي مطيشه. من بعد ما طابت الخضره ديالنا مزيان على هذا الشكل كيف كتشوفوا، دابا غادي نضيف مطيشه اللي انا سبق ليا ديجا طيبتها وزدت عليها حك المركز الطماطم. غادي نضيفها كامله مطيشه وغادي نحركها مزيان على هذا الشكل، ومن بعد غادي نردها فوق البوطه حتى غادي تغلي مزيان، وغادي نرجع معكم باش نكملوا لاصوب ديالنا. من بعد ما غلات لينا مطيشه مع الخضره مزيان، دابا غادي نضيف الشعريه قيمه كأس د العنبه ما عامرش. حنا كنضيفوا الشعريه وحنا كنحركوا لاصوب ديالنا باش الشعريه ما تجمعش لينا. ودابا انا رديتها فوق البوطه كيف كتشوفوا معايا باش تغلي الشعريه مزيان وطيب، ومع التحريك ضروري خصنا نحركوها باش الشعريه ما كتجمعش لينا. نخلي الشعريه حتى تغلي مزيان، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديال لاصوب ديالنا. كيف كتشوفوا متتبعي الكرام لا القدام ولا الجداد، هذا هو الشكل النهائي ديال لاصوب ديالنا. كنتمنى
جربوا هاد الطريقة وتبعوا الخطوات اللي في الفيديو. الصراحة لا سوب كتجي رائعة وصحية وبنينة وما تشبعوش منها. وغادي نخلي لكم الوصفة تحت في صندوق الوصف. كنتمنى لو هاد الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها وتشاركوها مع الأصدقاء والعائلة. شكرا جزيلا على المتابعة والتشجيعات، وما تنسونيش طبعا تدعموني بتعليقات ولايكات الرائعة اللي كيحفزوني باش أنني نجيب لكم دائما الجديد. واشتركوا في القناة ديالي اللي مازال ما مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.